النهارده ان شاء الله هنعمل الخميره الطبيعيه بمنتهى السهوله المتسهله. طبعا ايام جدتي كانت بتعملها بنفس الطريقه بالظبط وبكل الخطوات اللي هعملها لكم النهارده. طبعا الخميره الطبيعيه لا غنى عنها في البيت، وخصوصا للبيوت اللي بتحب تعمل خميره. الخميره الطبيعيه مفيده جدا جدا للمعده. عايزه اقول لكم على حاجات كتيره للخميره ومعلومات كتيره لازم تنفذوها عشان تطلع معاكم الخميره مظبوطه جدا جدا جدا. بالنسبه للخميره، في ناس بتغذيها لمده اسبوعين. تغذيه الخميره هقول لكم ازاي تتغذيها، بس الخميره عموما الطبيعيه هنعملها في 3 ايام بس. هقول لكم ازاي تعملوها بسهوله وتكون مظبوطه معاكم، والمعلومات والخطوات اللي تخلي الخميره معاكي مظبوطه 100%. يلا بينا بقى نشوف الطريقه، يلا معايا. طبعا عشان الخميره تطلع معاكي مظبوط 100%، وخصوصا الخميره الطبيعيه من غير اي مواد رافعه بتحطيها، سواء خميره فوريه او خميره بيره. الخميره الطبيعيه بتعمليها من غير اي حاجه، يعني من غير اي مواد رافعه، بتتعمل بمكونات طبيعيه 100%. لازم تكون مكونات طبيعيه. اهمها الدقيق الاسمر او الدقيق اللي هو الكامل. طبعا عارفينه بيبقى لونه مسمر شويه، وكمان لازم يكون طازه، يعني يكون مطحون بقاله يوم او يومين بالشكل اللي انتم شايفينه ده شكله. ده اول مكون للخميره، لازم يكون طبيعي. تاني مكون للخميره الميه. الميه بالنسبه للميه هنا لازم تكون ما فيهاش كلور. طبعا هم في الميه عموما بيحطوا كلور ومواد كيماويه كده عشان تحافظ عليها. احنا مش عايزين في الخميره نحط الحاجات دي. في بلاد الشام لما بيجوا يعملوه بيجيبوا ميه من النبع. طبعا احنا ما عندناش النبع، فممكن تجيبي ميه معدنيه او تغلي ميه وتسيبيها لغايه ما تدفى، تبقى دافيه كده زي ما بتقول جدتي بدمع العين، وتستخدميها. دي تاني خطوه او تاني مكون للخميره. هم دول المكونين الاساسيين للخميره. ثالث مكون وانا بضيفه من عندي عشان الخميره تتفاعل بسرعه، وهو عسل ابيض. ولازم يكون عسل ابيض يكون مضمون، يعني مش عسل ابيض مثلا فيه سكر، او عسل ابيض يكون مغشوش، لازم يكون مضمون طبيعي يعني. دول الثلاث مكونات اللي انا بستخدم فيهم الخميره. طبعا زي ما قلت لكم لازم الخميره موادها تكون طبيعيه جدا جدا. في حاجه تانية عايزه اقولها لكم، في ناس بتعملها ممكن بتحط في الخميره. شفت انا يعني لما جيت ابحث واشوف قبل ما اعمل الخميره، بتحط فص ثوم. طبعا مش محتاجه يعني. في ناس بتعملها بميه، الميه اللي بتنقع فيها الحمص، يعني حمص شام مثلا حوالي 5-6 حبات، بتحطيهم عليهم كوبايه ميه وبتسيبيها يوم كامل لغايه ما او يومين. بعد كده تاخديها تعملي بيها الميه نفسها. بتاخديها طبعا الميه تكون برضو يا ميه معدنيه يا ميه نبع، يا اما ميه بتغليها وبتسيبيها لغايه ما تهدى، وبعدين بتحطيها وهي سخنه على الحمص، وبتسيبيه في برطمان تغطيه كويس، وحته دافيه تسيبيها بتاعه الحمص. في ناس بتعمل كده. في ناس بتحط كام حمصايه في قلب الخميره. طبعا انا طولت عليكم، بس لازم الاساسيات او لازم المعلومات دي تعرفوها عشان تطلع معاكم الخميره مظبوطه. فلازم اقول الكلام ده عشان تعرفوا كويس تعملوها بطريقه مظبوطه. طبعا في ناس كمان بتاخد نقع التمر، يعني بتنقع التمر تمرتين 3، بتنقعهم في ميه، برضو ميه دافيه ميه سخنه يعني، وبعد ما تتغلى بتحط الميه على التمر وبتسيبه يوم او يومين لغايه ما يتنقع شويه، وبعد كده تعمل بيها الخميره. طبعا مش محتاجه كل ده، فالطريقه دي جميله جدا وسهله، وممكن تقعد معاكي من يوم يومين. دي كل المكونات الطبيعيه للخميره. طبعا لازم تكون طبيعيه وموجوده ومضمونه عندك عشان تطلع الخميره معاكي مظبوطه. دي ممكن تعمليها بكذا طريقه زي ما قلت لك. طبعا دي الطرق كلها قولوا لي في التعليقات، ان شاء الله هنزلها لكم طريقه. زي ما قلت لكم ده اول مكون الدقيق الاسمر الكامل. طبعا المكونات كلها محطوطه على الشاشه. كمان الميه تكون معدنيه او ميه مغليه قبل كده، وكمان معلقه عسل ابيض. برطمان يكون متعقم ابدا احط فيه 6 معالق كبار دقيق اسمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده احط له نصهم ميه، او ممكن تحطي الميه على حسب ما تتكون معاكي قوام زي اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ابدا احط العسل، والعسل هنا معلقه كبيره.
احطهم بالشكل ده واقلبهم كويس جدا لغايه ما يندمجوا المكونات مع بعض، والعسل هنا والميه هما اللي بيغذوا الخميره. بحط كمان استك من تحت عشان اوريكم ارتفاع الخميره واعرف ان هي بدات تتفاعل او تنشط ولا لا. وطبعا تغذيه الخميره هقولها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله، عشان تعملوا بيها المخبوزات على طول. طبعا هنا انا بغطيها بفوطة واحطها في حتة دافية، ممكن في الفرن مثلا، وبسيبها ليلة كاملة. هنا بعد ليلة كاملة، بعد 24 ساعة بدأت ترتفع زي ما انتم شايفين وتتفاعل معايا. عشان ابدأ اغذيها تاني يوم بحط لها معلقتين او 3 دقيق اسمر برضو ونصهم مية، واضربهم كويس جدا واسيبها في برضو اغطيها بفوطه واحطها في مكان دافي. بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتنشط معايا. ده تالت يوم، يعني الخميره هنا بقالها 3 ايام. طبعا عملنا الخميره الطبيعيه بمنتهى السهوله المسهله، مش محتاجه اي تعقيدات، سهله وبسيطه. طبعا ايام جدتي كانوا بيعملوها ويحطوها في العجين وياخدوا من العجين ويحطوها في البرطمان تاني ويشيلوها على جنب. طبعا احنا مش هنعملها كده. بالنسبه لحفظ الخميره تقدري تحفظيها في الثلاجه، بتقعد من اسبوع لشهر، ممكن تقعد عندك في الثلاجه ما يحصلهاش اي حاجه. بس لو هتستخدميها بعد كده ممكن تحطيها في الفريزر. طبعا انت تاخدي منها وتحطيها الباقي في الثلاجه او في الفريزر. ممكن تحطيها في الفريزر وتطلعيها وتغذيها قبل ما تستخدميها، يعني بتغذيها وهقول لكم ازاي التغذيه بتاعتها. بتغذيها وبتحطيها في الثلاجه تاني. لو فضلت منها مثلا لو فضل منها بتحطيها في الثلاجه تاني او الفريزر لو هتستخدميها بعد مثلا فتره طويله. وتطلعيها وتسيبيها بره لغايه ما تبقى بدرجه حراره المطبخ، وبعد كده تغذيها وتستخدميها. هقول لكم ازاي تغذيتها. هي بالنسبه لتغذيه الخميره بسيطه جدا. بتغذيها ازاي؟ بتحط لها، طبعا انت بتطلعيها من الثلاجه او من الفريزر، بتسيبيها لما تبقى بدرجه حراره المطبخ، وبعد كده تبداي تغذيها. على فكره ريحتها حلوه قوي، يعني ريحتها بعيده عن الخميره سواء الفوريه او الخميره البيره. ريحتها حلوه، ولما بتحطيها في الخبز كمان بتدي ريحه حلوه قوي. تغذيه الخميره بعد ما بتطلعيها وبتبقى بدرجه حراره المطبخ بحط لها حوالي، طبعا ده دقيق اسمر، بحط لها حوالي 6 معالق كبار دقيق بالشكل ده. 3 4 5 6 ونصهم ميه، يعني 6 معالق دقيق و3 معالق ميه، واقلبهم كويس جدا جدا، يعني يتقلبوا كويس جدا 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 لغايه ما الدقيق يروح خالص، واسيبها في مكان دافي لغايه ما تتخمر. طبعا تخمير الخميره لو ما اترفعتش معاكي او اتخمرت يبقى ما باظتش، عايزه تتغذى كمان. ممكن تغذيها مره 2 3 مش مشكله لغايه ما تبدا تنشط معاكي وتترفع معاكي. في بدايه نشاطها تبداي بقى تخبزي بيها اي حاجه انت عايزاها. اول ما تنشط معاكي تبداي تخبزي بيها عادي. يعني حسيتي ان الخميره ما نشطتش يبقى عايزه تتغذى كمان. بتحط لها كمان مش 6 بقى معالق، ممكن بقى تحط لها 3 معالق كمان ونصهم ميه، 3 معالق ومعلقه ونص ميه. المهم يبقى القوام بتاعها بالشكل ده. كل ما تغذيها بالدقيق والميه هتديكي نتيجه افضل. وتقفليها وتحطيها في مكان دافي وتسيبيها لغايه ما تترفع معاكي، هتكون مظبوطه جدا. خلاص كده بسيبها بقى لغايه ما تخمر. طبعا بقفل عليها كده، طبعا بقفل عليها كده كويس واغطيها بحته فوطه واحطها في مكان دافي يستحسن في الفرن، واسيبها لغايه ما تنشط معاكي. مش هتاخد وقت، هي ممكن تاخد معاكي ساعه ساعتين 3 عبال ما تخمر على حسب درجه الجو. على فكره الخميره ممكن تقعد من يوم 2 ل3 لاكتر لو الجو ساقع في الشتاء مثلا، لكن في الصيف ممكن تقعد معاكي اقل من كده. بالنسبه للطريقه بتاعت الخميره دي ابسط طريقه للخميره من غير اي حاجه كيميائيه. وعايزه اقول لكم مخاطر الخميره الفوريه، طبعا انا لما بحثت عنها لقيتها مخاطرها كبيره قوي، لان هي بتعمل عسر هضمي في المعده وبتعمل حاجات كتيره قوي في القولون وفي المعده. يا ريت تبحثوا عنها في جوجل. بس الخميره الطبيعيه مضمونه وبتعمليها انت في البيت وبتبقى عارفه مكوناتها، ما فيهاش اي حاجه كيميائيه. كمان طريقه ثانيه بتتعمل باللبن، طبعا في البلاد الشام
طبعا بالنسبه لهم حليب وبالنسبه لنا لبن. وبالنسبه للزبادي بيقولوا عليها لبن، فيعني عشان ايه تغيير اللهجات فحبيت اوضح. بالنسبه للزبادي ممكن تحطي معلقتين زبادي وانتي بتعملي الخميره، لو عايزاها مثلا تتعمل برده بسرعه بتديها طعم حلو، وكمان بتخليها بتسرع في عمليه التخمير. وكمان الزبادي مفيده جدا، البكتيريا بتاعت الزبادي مفيده جدا للمعده. عايزه اقول لكم كمان طبعا لو عايزين الطرق زي ما قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات هنزلها لكم طريقه ان شاء الله. عايزه اوريكم الخميره من جوه. هنا ده شكلها بعد ما نشطتها ب3 ساعات. شايفين شكلها كده بتكون جاهزة للخبز، ممكن تخبزي بيها على طول. كمان عايزه اقول لكم ان تقدير الخميره في بره سواء فرنسا او ايطاليا، طبعا انتوا عارفين ان فرنسا وايطاليا بلد المخبوزات والمعجنات، فتقديرهم في المخابز والمطاعم على حسب زمن الخميره. يعني الخميره لو بالنسبه للمطعم ده او المخبز ده الخميره عنده بقالها 12 سنه، المطعم ده او المخبز ده الخميره بقالها 20 سنه، وهكذا. تقدير المطاعم او المخابز بره بيتقاس بزمن الخميره. طبعا انا بالنسبه لي الخميره عندي الخميره الطبيعيه بعملها بقالي سنه، يعني دي بقالها سنه بعملها وجربتها كتير وعملتها كتير في المخبوزات، كانت جميله جدا وليها طعم مميز. في ناس بتقعد عندها 2-3 على حسب استخدامك للخميره، بس فعلا جميله جدا ومفيده عن الخميره الجاهزه او الفوريه، سواء الفوريه او الخميره البيره. طبعا بعد كده هنعمل ان شاء الله المخبوزات بيها. انا قلت لكم النهارده طريقتها، وان شاء الله هقول لكم على ازاي نعمل بيها المخبوزات. طبعا بعد ما بنخلصها بنبدا بقى نشتغل بيها ونحطها في مخبوزاتنا ومعجناتنا. طبعا ان شاء الله هنزل لكم كل المخبوزات اللي هعملها بيها والمعجنات، وان شاء الله هحطها لكم في التعليقات، او تخشوا على صفحتي على اليوتيوب او الفيس باسم مطبخ جدتي الشطوره، ان شاء الله هتلاقوها. قولوا لي في التعليقات لو عملتوها ونجحت معاكم، وكمان يا ريت لايك ومشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.